مستمعي راديو هيفي اف ام، في منتدى هيفي الثقافي نلتقي اليوم مع شاعر ذو خصوصية بكتابته للشعر الغنائي، وللتعرف على تجربته بهذا الخصوص وكل كتاباته الأخرى نرحب بالأستاذ إبراهيم جانجير في هذا الحوار. أهلا وسهلا أستاذ فرحان، وأنا كمان بدوري برحب فيكم وبرحب بإذاعة هيفي اف ام، وأهلا وسهلا فيكم. شكرا لك. والبداية ستكون مع قصيدة تختارها لنا. نعم، القصيدة يعني داء للأحزاب الكردية لتتوحد ببنيك پنج شیر نفدلی داگیر کرند از دجیم آگیرک سورو زوتم هلگوریم سر چاورجیم بو بلاتم نولا پیوان خوش دزان یامنه اولاد خاکو زوی هرمم وها اسپش کجیم من وگر دشتو چیا گندو شهرین پربوها بو مشاهی وی ولاتی روش بروش از خوش وجیم گوگ زمین من راه جان گوگ زمین من راه جان فرسو تتار من زو شکان شورشو هم را پرینا دان لطی هفدار جیم من مهابات داهبوني محمدي قازي نمر وابدر خان نفهشي من جير بايا قرنجيم شور شاشخ بارزاني هجنمو ناجي دبم ريبري دوزا ولطبون او كداوا بيدجيم لي مخابن بايا ايرو بربيابون وقوان ريبري من تارو مارن لو ربا اسطنقجيم ليش بيجم فم جول هر ابايا متكجي آقلو سوداء سري من دانما أزهج هجيم قه بدر چرخا فلاكو فر ببن دنياي هر قلد بنيك أزي باري مبو أزرا هجيم لقلو مانين روجك ببنيك أمجي وها بازقرا من هر أوالي ما هيا أو روج بجيم دبج هوب هوبا خبردن بدنا سريك ريكو بيك جيروكا من بردريجا بس ببيجا اسبشي. شكرا على هذه القصيدة الجميلة والمعبرة في الحقيقة. وندخل في حوارنا للتعرف على هويتك الشخصية أستاذ إبراهيم. نعم، أنا اسمي إبراهيم جانجير ومعروف بإيبو جان اختصار لاسمي. أنا من مدينة المالكية، من مواليد إيريك، وهواياتي يعني الوحيدة هي كتابة الشعر. وفي أي مرحلة من عمرك أدركت بأنه يمكنك أن تكتب شعرا؟ والله بداياتي بصراحة صار لي زمان، يعني تقريبا حسب ما أذكر من الصف السابع الثامن حبيت كتابة الشعر. طبعا كنت بداياتي كانت بسيطة جدا، يعني بالعربي بلشت بكتابة الشعر بالعربي، كتابات بسيطة يعني. ومع مرور الزمن بلشنا نقرأ وندرس وكذا وأصول كتابة الشعر. يعني كنت أقرأ أكثر شيء لنزار قباني، المرحوم نزار قباني، ومحمود درويش، يعني كثير من شعراء العرب، وتأثرت فيهم صراحة. وبلشت بالكتابة بالعربي لوقت معين، بلشنا بقى بالكتابة باللغة الكردية. وما الذي دفعك ترك الكتابة باللغة العربية واللجوء إلى لغتك الأم؟ والله بعد يعني يمكن بال98 رحنا على الخدمة الإلزامية هنيك، يعني شفت شباب كتير يعني من أغلب المحافظات يعني. فيعني كانوا يسألوني دائما أنت كردي، هل يا ترى في كتابة بالكردي، في قراءة بالكردي، في حروف كردية؟ يعني هالأسئلة هاي أنا استغربت منها، أنه في ناس لهلا ما بيعرفوا مين هن الأكراد أو في لهم ثقافة معينة أو كذا. فهالشي هذا دفعني يعني إني يعني أترك العربي وبلش بالكردي، مع انه يعني بالكردي بداياتي كانت يعني ضعيفة جدا، بس لكن رغم ذلك حاولت، يعني كتبت شغلات بسيطة بالكردي. وبعد ما تسرحت من الجيش، يعني حسب الكتب الموجودة اللي كانت متوافرة بذاك الوقت، كنا نجيب هالكتب هاي الكردية مثلا نقرأ ونعلم حالنا كتابة الكردي. يعني طبعا كلها اشتغل ذاتي، وقتها ما كان في مثلا معاهد تعليم اللغة مثل هلا يعني حاليا.
فشوي شوي يعني تعلمنا الحمد لله، صار عندنا يعني لا بأس يعني من الكلمات ومن الأفكار وكذا. يعني كنا نقرأ مثلا لسيداي جقرخوين، لسيداي تيريج، ملاي الجزري، أحمد خاني، يعني حسب الكتب المتوفرة، وتعلمنا منهم صراحة. يعني هن المناهج الأساسية هذول كانوا يعني الشعراء اللي قبلنا اللي كانوا يكتبوا، يعني هي كان الأساس إلنا يعني. أما أنه كدراسة أكاديمية أو كذا لكتابة الشعر ما كان فيه. نحن تعلمنا وتلمزنا على هالأسماء الكبيرة. أعلم أن لديك كتابات أخرى، مثلا عملت في الترجمة. نعم. تقول بأنك ترجمت رواية للشاعر الكبير هي قصيدة هي مو رواية، قصيدة. نعم. قصيدة. نعم. ماذا تقول في هذا المجال؟ نعم، القصيدة هو عبارة عن ديوان يوميات امرأة لا مبالية. نعم. هي للمرحوم نزار قباني، كاتبة على لسان المرأة. فأنا يعني عجبتني الفكرة وبلشت يعني بالترجمة، يعني حسب إمكانياتي ترجمت الديوان كله. نعم. في مرحلة ما كان لديك إسهامات في الجروبات الثقافية في ديريك. نعم. وماذا يمكنك أن تقول في هذا المجال؟ والله بصراحة أنا يعني تقريبا بال2006 رجعت على البلد، يعني كنت بالشام. بال2006 ساوينا مثل جروب اسمه تفنا تشاندو هونر. وقتها كان معنا الأستاذ ملفان رسول، جوان ديريكي مع حفظ الألقاب طبعا، أحمد صوفي، أبو شهاب، إدريس قري، لوري تلداري. وكان طبعا هالجروب هذا مختص بالكردي فقط. يعني نقيم مثلا أمسيات شعرية، ندوات حوارية، يعني كله مهتم يعني ضمن نطاق الثقافي والهم الكردي، طبعا بشكل سري وقتها كان، يعني باعتبار الأوضاع ما كانت زيادة، وأغلبيتهم الشباب كانوا موظفين يعني. فيعني حسب الإمكانيات اللي كانت متاحة لنا وقتها، يعني كل تقريبا شهر شهرين كنا مثلا نحضر لأمسية مثلا، أما أدبية أو شعرية أو مثلا تاريخية جغرافية، المهم حسب يعني المواضيع المتوفرة. وكنا مثلا ندعي اللي مهتمين بهالشأن هذا ونمشي هالأمور هاي. الجروب هذا ضلينا فيه لبين ما بلشت هالثورة هاي. وطبعا كل واحد رجع مثل ما بيقولوا لا أحزاب، يعني كل واحد منتمي إلى حزب كذا، فراحت يعني. فساوينا جروب تاني باسم رابطة المثقفين الكرد في ديركا حمكو، تقريبا يمكن بحدود 2011 على ما أظن. وقتها كان كمان معنا الأنسي نارين عمر، وأذين شكاكي، ولوري تلداري، وهشيار بن عمري علي، وعماد شيرقو، وعبد الرحمن، ويعني هوزان ديرشوي. يعني تقريبا ضلينا كمان تقريبا شي سنة سنتين، يعني قمنا بنشاطات كتيرة مثل مثلا إحياء عيد الصحافة الكردية وإمسيات وندوات وهالأمور هاي لفترة معينة. وأغلبية اللي كانوا معنا اللي سافر، اللي هاجر، اللي راح على الكردستان الإقليم. بعد فترة سوينا فرقة ديريك الموسيقية مع الأستاذ جوان صبري، بنوجه له تحية. هن كمان كانوا مجموعة من الشباب الموسيقيين، يعني انضمينا لهم نحن كإداريين، نمشي أمور الفرقة إداريا يعني. الشيء المهم اللي قمنا فيه هو مهرجان تكريم الفنانين القدامى في ديريك، مثل أحمد عالاني، أنور جزيري، عمر علي، رموي دنق بيج، عبد الكريم السمي، يعني من هالأسامي الكبيرة اللي كانت كفنانين قدامى بديريك، وأهاليهم يعني هن اللي استلموا التكريم. وأحيانا حفلات كتيرة مثل نوروز وعيد المرأة وحفلات ومناسبات عدة، يعني طبعا موسيقية كانت. ونحن كنا عبارة عن إداريين بهالفرقة هاي، يعني كتقديم مثلا أو إلقاء الأشعار أو كذا. وحاليا نحن مستمرين مع الفرقة. نعم. هل هناك مجال لإحياء مثل هذه النشاطات والفعاليات في هذه المرحلة؟ والله حاليا في مجال، بس مو مثل الأول. يعني الأوضاع هلا أكثر شيء متوجهة نحو الأوضاع السياسية الحربية، يعني مثل ما الشغلات اللي بتصير بكوباني ورأس العين وكذا هالأمور هاي. يعني هالأمور هاي طغت على المشهد الثقافي حاليا يعني. بس يعني مجال مثلا هلا بهالفترة هاي خاصة بالشهر آذار، يعني مناسبات عدة مثل عيد المرأة أو مثلا إحياء ذكرى الفنان محمد شيخو، أو مثلا عيد نيوروز، أو يعني هالأمور هاي بتصير. أما غير يعني الأمور مهتمة أكثر شيء حاليا سياسيا. أستاذ إبراهيم، أعود بك إلى أهم ما تكتبه وهو الشعر الغنائي. نعم. منذ متى وأنت تمارس كتابة الأغنية؟ والله تقريبا كمان من البدايات، يعني مع الشعر الموزون اللي كنا عم نكتبه كذا، كنا أحيانا يعني كترفيه عن النفس كنا نكتب الكلمات الخفيفة كذا هيك يعني، ونساويها مثل الأغاني. يعني تقريبا بالبدايات كمان يعني بلشت كنت نسق بين كتابة الأغاني وكتاب القصيدة. يعني ما هي خصائص هذا الشعر الغنائي؟
والله الشعر الغنائي له خصوصية، يعني شلون يعني الكلمات تكون خفيفة على السمع، تكون قصيرة، تكون سهلة بالتلحين، ما مثلا صعبة بالنطق، خفيفة على السمع تكون يعني أكتر شيء. يعني في فنانين كبار مثلا بيغنوا قصائد كذا هيك، بس الأغلب يعني القصيدة الغنائية بتكون خفيفة نوعا ما، اما تكون سماعية او راقصة او كذا، بل المهم تكون كلماتها خفيفة، مو هالكلمات اللي يعني ثقيلة. يعني هل هناك قالب للنظم للوزن لهذا النوع من الشعر؟ طبعا هي يعني حسب كمان يعني هي تعتبر قصيدة، يعني اذا ما كانت موزونة بالمقابل ما تتلحن، والفنان ما فيه يغنيها اذا المقطع كان طويل او قصير او كذا. يعني طبعا حسب الحروف الصوتية تكون قصيدة نظامية هي يعني. وما الذي يفرقه من الأنواع الشعرية الأخرى؟ يعني مثل ما قلت بالبداية، يعني هي الكلمات، يعني أكثر شيء الكلمات يعني تكون هيك خفيفة على السمع يعني، وسريعة الحفظ، مثلا التلحين بيكون له أسهل. يعني هذا الشيء اللي بيفرق بين القصيدة الغنائية والقصيدة العادية كقصيدة يعني منظومة. إذن هذه القصيدة تحتاج إلى المفردة البسيطة والمعبرة كما تقول. نعم. أنت من أين تحصل على هذه المفردة؟ والله المفردات هي يعني من الحياة اليومية، يعني القصص اللي عم تصير قدامنا كذا هيك، الأمور هاي الحياة اليومية، فبناخذ هالمفردات منها. يعني من ناحية مثلا إذا الغنية بدنا نكتبها مثلا عن الحب أو كذا، عن القصص اللي عم نسمعها أو كذا، أو حسب كمان الأغاني اللي القديمة اللي سمعناها. يعني هالمفردات هاي البسيطة عم نجيبها من هالواقع هذا اللي نحن عايشين فيه يعني. وهل يستطيع أي شاعر أن يكتب بالشعر الغنائي، أم إنه مجال خاص يختص به بعض الشعراء؟ والله أنا حسب اعتقادي بظن أنه هو بيعتبر كاختصاص، يعني هو ما صعب، ولكن يعني الشاعر الكبير المخضرم كذا يمكن ما يشغل أمور مثلا بهالأمور هاي، فبيكون الشاعر اللي بيكتب الشعر الغنائي بيكون مختص، يعني بيعرف مفرداتها، بيعرف مداخلها مخارجها، أو مثلا حسب الفنان اللي بده يغنيها، مثلا كل فنان له طبقة له كذا، هالأمور هاي مثلا بيكون له إدراك فيها أكثر باعتبار احتكاكه مع الفنانين وهالأمور هاي. فبظن أنه لازم يكون له يعني شاعر خاص أو كذا يعني. نعم. نعود معك إلى قراءة الشعر ونسمع نعم. قصيدة أخرى. نعم. رح نقرأ لك قصيدة عن اللسان الكردي، يعني اللغة الكردية باعتبار حكينا فيها. نعم. القصيدة بعنوان زماني ما. أريجيني حتى كنجي زمانو جهم بينم، نناسم قرنبي زارات هري ومضاء نينم، دهندر دا تجي ما أز قالو كنجي درينم، أبان هستن بدو شاك بدم خيا بهينم، بهرفينم تخوبين وان جكوكي هلوشينم، بميرخاسي بميراني أزي طرسي هلينم، حسارك نو آفاكم هبونك نو فجينم، روانكم في زماني بي همي تشتي بخوينم، بهزبم أزدجيني ضا خدي چاندو زمينم، لناف خلقي أزي تورا لناف خلقي أزي تورا وچاندا خبچينم، نموشك نو كدينم لي همي نفشان بهينم، أريجيني ومزجيني أريجيني ومزجيني، أباهات دبينم جوانو قنچ قهدارم، ومزجيني دشينم زمان شو رشو هم آلا، خدان دمو نرينم زمانك ميجوي ما أز، همي رنجي أبينم دفلكينو جنو جيرم، دفلكينو جنو جيرم، دشرما كون مينم. في الحقيقة لديك السرد والسلاسة في القصيدة، فشكرا لك على هذه القصيدة. شكرا. وأعود إلى أسئلتي وأقول بأنه رغم الأعداد الكثيرة من الكاسيهات والسيديهات التي تسجل، ولكن قليلا ما نلاحظ على غلافها اسم مؤلف الأغنية وملحنها. ما السبب في ذلك برأيك؟ والله بصراحة بهالموضوع هذا يعني أنا بعتبر أنه خاصة نحن الأكراد، يعني الكاتب الأغنية مظلوم والملحن مظلوم، يعني فقط اللي بيظهر على الشاشة هو الفنان المؤدي أو المغني يعني. فهالسبب هذا بيعود يعني طبعا قديما ما كان فيها الشركات وهالإنتاج الضخم أو كذا، فلهالسبب هذا يعني أنا بظن بس في الوقت الحالي يعني باعتبار صار في شركات وفيها الأمور هاي، فإنه لازم مثلا الكاتب ياخذ حقه، الملحن أو الموزع الموسيقي، يعني السبب الرئيسي بظن أنه يعني من هالشيء هذا. وكيف يمكن تجاوز هذا الاستهتار في الحقيقة بحق الملحن والمؤلف؟
والله أنا بظن لازم يعني يكون في مثل رابطة للفنانين أو نقابة للفنانين، يعني إنشاء نقابة فنانية أو كذا مثلا. هالأمور هاي ممكن من اختصاصها، بحيث أنه مثلا كاتب الأغنية يتسجل اسمه أو الملحن أو مثلا كل، بحيث مثلا إذا الفنان مثل ما حكيت يعني وتفضلت أنه نزل كاسيت، أنه مثلا يتذكر مثلا اسم الكاتب الأغنية وملحنة وموزعة والشركة اللي قامت بالإنتاج وهالأمور هاي كلها، بحيث أنه يعني كل إنسان ياخذ حقه. نعم. نتحدث نحن عن الأغنية، ما الذي يرفع سويتها؟ الكلمات أم اللحن أم صوت المؤدي؟ والله الثلاثة سوا. يعني الأغنية مثل ما قلت يعني هي يعني بتعتمد على 3 أعمدة، هي الكلمة واللحن والأداء. يعني إذا 2 منهم مثلا كانوا مناح والأداء كان سيء، الأغنية ما راح تنجح. وبالمقابل إذا الكلمات كانت ضعيفة واللحن كان قوي ما راح ينجح. يعني الثلاثة بيكملوا بعض ككلمة ولحن وغناء وأداء، يعني الثلاثة بيكملوا بعض. نعم. حسب علاقتك بالكثير من المطربين الكرد، هل تعتقد أن المطرب الكردي يملك ثقافة موسيقية ما ويمكنه أن يخوض في قضية موسيقية؟ والله الفنانين يعني مع احترامي لهم، يعني في فنانين مثقفين يعني كمثلا، بس الفنانين الموجودين عندنا يعني أغلبيتهم فنانين يعني أعراس حفلات. أما مثلا الفنانين اللي عم نشوفهم مثلا كالفنان الكبير مثلا شيفان بارور أو مثلا حسن شريف أو مثلا هالفنانين الكبار، يعني بظن أنه هذول عندهم ثقافة وعندهم رسالة يعني من خلال الأغنية أو من خلال الشغل اللي بيأدوه، فلهم رسالة معينة. أما البقية يعني يمكن أغلب الفنانين البقية يعني من اللي حكينا عنهم يعني هن عبارة عن حفلات ومناسبات، هالأمور هاي يعني هن بدهم كلمات جاهزة ولحن جاهز، فقط عندهم الأداء. أما هالثقافة أو مثلا هالغنية لشو بتودي أو لشو كذا ما بظن. بس يعني أغلب الفنانين الجدد اللي حاليا يعني بالساحة اللي عم نشوفهم على الشاشات، يعني بظن أنه عندهم ثقافة غنائية وعندهم ثقافة فنية وعندهم رسالة يعني من خلال هالفن اللي بيأدوه. عندك أسماء بالمطربين الذين كتبت لهم؟ نعم. أنا تعاملت مع مجموعة من الفنانين يعني بديريك، مثل الفنان نهاد يوسف بداياته، أعطيته أغنيتين خوزياري وما نبسها، وطبعا الكاسيت نزل باسم أغنية خوزيادي. عدنان أبو هيجو معروف هو كمان عندنا من المالكية، وقتها كانوا مسوين مثل فرقة بيسموها كوما أفين، أعطيناهم أغنية بيارا دل. مزقين لزقين كمان فنان من تربسبية، أعطينا 3 أغاني، هاتن وديلان وغنية على نوروز. الآنسي آريا كمان هي من ديريك، غنت لي غنيتين نوروز وأسجنا كردم يعني وقتها بعيد المرأة غنتها. وجوان صبري، أستاذ جوان صبري بصراحة أنا تعاملت معه كتير، يعني هو أكتر شيء فنان اللي تعاملت معه. ساوينا غنية دينية هيفيجي يزدان، وهي طبعا تصورت فيديو كليب وعم تنعرض يعني على الشاشات. قيرينا آخي بمناسبة يعني الهجرة اللي صارت عنا. سرودا آشتي هي كانت غنية للأطفال، كمان أنا وأستاذ جوان صبري اشتغلنا فيها، وهلا حاليا ساويناها فيديو كليب وعم تنعرض. جتا دورم، ججنا روج آفا، نوروز وهيفي وروديم وخزي جارك. طبعا هالأغاني هي كلها يعني أغلبيتها هي منهم مصور فيديو كليب ومنهم مسجل. وساويت غنية ديريك بوكا باجارة هي عن ديريك، كمان أنا وأستاذ جوان يعني اشتغلنا فيها كمشروع. وتقريبا أغلب الفنانين الموجودين بديريك شاركوا بهالغنية هاي وتصورت فيديو كليب. بس أنا بظن أنه انظلم هالغنية هاي، انظلمت كتير لأنه ما انعرض، يعني هي مصورة فيديو كليب وجاهزة بس ما انعرضش. شو السبب كمان ما بعرف. وهالغنية هاي يعني تقريبا 35 مقطع أنا كتبتهم، يعني عن ديريك وعن شعب ديريك وعن طبيعة وعن الثقافة اللي بديريك وعن كل يعني بتعلق بجميع أمور اللي بديريك. ووقتها يعني حبينا أنه بس يصير مشاركة من الشعراء اللي بديريك، يعني فأخذنا مقطع من عند أنسي نارين عمر، ومقطع من عند أستاذ هوزان دير شوي، ومقطع من عند أستاذ جلال، وشي 3 مقاطع من عند دلجان جودي. يعني هذول طبعا كانوا كمشاركة يعني أو مثل ما بيقولوا ضيوف شرف بالغنية، وبنشكرهم على هالمساهمة هاي. يعني هاي الأغاني تقريبا اللي أنا يعني أعطيتهم وتعاملت مع الفنانين يعني اللي ذكرت لك إياهم. هل تعتقد أن للأغنية قدرة
على توثيق الحياة؟ والله لما بنرجع للتاريخ يعني طبعا بيوثق، يعني كالأغاني القديمة طبعا قبل مثلا ما كان في ككتابة يعني إنه يكتب الأحداث اللي عم تصير كحروب وكمثلا حب وكهالأمور هاي كلها، فكلها عن طريق الغناء كان. يعني هالحروب اللي صارت بين العشائر أو بين الدول أو بين مثلا القبائل وكذا، يعني كانت تسرد عن طريق الأغاني اللي كانوا يسموها بايزوك أو مثلا سيريلي أو هالأمور هاي، فكانت تتوثق طبعا. يعني نحن عم نشوف مثلا نعرف انه بالزمن الفلاني صار القصه الفلانيه من خلال الغنيه، مو من خلال الكتاب او مثلا او بيكون حدا وثقها او كذا. الاغنيه التي تكتبها الى اي مدرسه شعريه او شعبيه تنتمي؟ والله الاغنيه يعني او المدرسه او كذا، يعني نحن حسب يعني بتعتبر اغنيه حديثه او مثلا حسب هالوقت هذا، يعني الاحداث اللي عم تصير معنا يعني والامور اليوميه اللي عم بتصير، فيعني حسب هالاوضاع وحسب مثلا عم نكتب الأغاني يعني. أما أنه مدرسة معينة أو كذا ما في يعني شيء. لا. هل هناك اختلافات بين أغنيات اليوم والأغنية أيام زمان؟ طبعا الأغاني القديمة يعني صارت كفلكلور إلنا يعني مثل مثلا كويس آغا ومحمد عارف الجزيري أو مثلا تحسين طه وآياز أو مثلا أردوان ومحمد شيخو مع حفظ الألقاب للكل طبعا، يعني بتختلف 180 درجة عن الأغنية الحالية يعني. ولماذا برأيك لم يظهر عمالقة بعد هذه الأسماء مع بعض الاستثناءات البسيطة؟ طبعا بالزمان يعني ما كان يعني حتى ما كان في تشجيع، يعني يمكن كان حتى شيء معيب انه واحد يغني، فبتلاقي مثلا اللي غنى مباشرة بيطلع اسمه بينشهر طبعا، والكلمات اللي كانت تستخدم بذاك الوقت مو مثل هلا حاليا كمان، والألحان كذلك الأمر يعني، وحتى هي كانت مثلا وليدة اللحظة. يمكن الأغنية اللي بيأدوها مثلا الفنانين القدامى يمكن تكون وليدة اللحظة بالقاعدة اللي قاعدين مثلا بيحكوا موضوع بتلاقي مباشرة ألفوا على هالشيء هاي غنية وسجلوها. أما هلا حاليا يعني بيختلف الوضع، الأغنية عندنا حاليا هلا صايرة قصيرة بحسب العصر السرعة اللي نحن عايشين فيه، مو مثل مثلا الأغاني القديمة كانت طويلة، أحيانا مثلا يكون مثلا غنية واحدة تكون كاسيت كامل، أما هلا مثلا بالكاسيت الواحد يمكن تلاقي حتى 16 أغنية. وغالبا ما كان المؤدي أيام زمان هو نفسه الملحن وهو المؤلف طبعا، إنما في هذه الآونة المؤلف طبعا له خصوصية والملحن له خصوصية والمؤدي له خصوصية وكلهم يشكلون أغنية الواحدة. نعم. نعم. نرتاح مع قصيدة أخرى تختارها لنا. نعم، راح نقرأ لك قصيدة يا قبلة، وهي طبعا بعد ما قريت ديوان ملاي جزائري الجزئين يعني عقد الجوهري تأثرت فيه كتير صراحة، وطلعت معي هالقصيدة هاي راح نقرأ لكم إياها. يا قبلة وجهي اسبحيدا من وحيم ضاءت حجمر قبلة، صوموا صلامي ناملا من كرتلا وك آية، وصفوفس قد نابس هندكس اي صحبتا، فورا شبين جبها متين بوها سمين صور وجنتا، داسن رموش هزت عروش بومئ فروش خوش متعتا، شافي جميل مالو مسيل كيف السبيل من رحبتا، ديمين جتو ممتاز بدونا كم درو خوش سرتا، فوزي بلند شقور رند وكموم فنضياءتا، قهي ظريف قصرا منيف خوناك فيه بو رؤيتا، ليفين زلال خمرا حلال خونو خيال إيلامتا، قردن خلق خدا ملك بدا حلق پیدا حلق کو دسکتا، سنقر قفا گو من وخوا من گو کفا شقاوتا، حضني حنون هشي مچون كن فيكون خداوتا، دستو تلي زير مخملي شيخو ولي قرباناتا، بجنا زراب ريحان بلاف دا من سلاب محبتا، بهنا عبق وهجو ألق خالق خلق عظامتا، يا رب حكيم مردو كريم نابئ لئيم باش سمعتا، يا رامني وحيا مني دوري مني بيس غربتا، إيشا مني مالا مني بيرا مني قاف ساعتا، فردا ورا نيزيك ورا دربون مراتير دلكتا، حب قدرتا صلابتا مرونتا لشكوتا، دل بندتا من هاتنتا كيف ضاوة تجمر فرحتا. في الحقيقة هذه كانت مقابلة شعرية جميلة مع الشاعر العملاق ملاي جزيري. نعم. أستاذ إبراهيم، لو سألتك ما هي الأغنية التي أحببتها أكثر من بين هذه المجموعة الكبيرة في الحقيقة التي كتبتها؟ والله الأغنية اللي حبيتها أكثر شيء واللي يعني وحتى تعبت في كتابتها يعني هي أغنية ديريك بوكا باجارة. يعني كنت حابب مثل ما عم بيقولوا عن القامشلي
قامش له باجاري أفيني، كنت حاب يسموا ديرك بوكا باجارة، يعني سميت الأغنية بهالاسم هذا، ويعني هي أكثر شيء أغنية قريبة لقلبي يعني بحبها. نعم. ومن المطربين الذين كتبت لهم مع أي منهم ارتحت أكثر؟ والله أكثر شيء يعني مع الأستاذ جوان صبري، يعني لهلا نحن عم نتعامل مع بعض، يعني عم نقعد مع بعض كتير، يعني أي حدث مثلا يصير يعني مباشرة بنقعد ونساوي مثل ورشة وبنكتب غنية عن الموضوع. يعني لما صارت الهجرة ساوينا قيرينا آخي، بالنوروز مثلا بنساوي أغاني عن نوروز، عن الأطفال ساوينا عن أطفال، يعني مواضيع عدة، يعني بنضل قاعدين مع بعض وبنحكي بأمور، ومثلا بنخصص موضوع بنحكي ونكتب عنه. يعني أنا أكتر شيء مرتاح مع جوان صبري وتعاملنا لسه مستمر. نعم. هل هناك اسم في بالك نعم تود أن تكتب له ولم يحالفك الحظ بعد؟ والله بصراحة يعني في فنانين كتار يعني أنا بحبهم وبتمنى أنه يعني يغنوا من كلماتي، مثل الأستاذ والفنان الكبير حسن شريف، تشوبي، ومن هون صفقان أو شيدا. يعني بصراحة في فنانين كتار يعني، بس هذول يعني أكتر شيء خاصة حسن شريف. هل هناك صعوبة في الاتصال مع هؤلاء؟ والله يعني بصراحة في صعوبة، يعني بالضبط كعناوين وين هن أو كيف بدنا نتواصل معهم صعب نوعا ما يعني. وماني بصراحة أنا كمان ما حاولت، بس يعني بتمنى أنه يوم من الأيام يغنوا من كلماتي. لو طلبت منك كلمة تقولها فلمن توجهها؟ والله بالوقت الحالي الكلمة يعني لكل العالم بيوجهوها، هنا موجهة للأحزاب الكردية وللمجلسين، يعني أنه يتمنى، نحن كلنا بنتمنى أنه هالجهود هاي تتوحد، المجلسين يتوحدوا وحسب اتفاقية دهوك. يعني هذا الشيء اللي بنتمناه منهم، انه مشان هالشعب هذا بقى يرتاح وهاللاجئين اللي تشردوا وتشرزموا بهالدنيا يعودوا لاوطانهم لبيوتهم ويعمروا هالبلد. استاذ ابراهيم، شكرا لتحتك لنا هذه الفسحة، ونختم حوارنا هذا بقصيدة أخرى. أنا كمان أستاذ فرحان بتشكرك كتير على هاللقاء الحلو، وشرفت بيتي المتواضع، وبشكر كمان هيفي FM، وبتمنى لكم التقدم والازدهار. شكرا لك. القصيدة اللي رح نقراها هي كمان قصيدة هي قصيدة حب، يعني باسم براذن مرني، أي شواطئ الموت. من جدر دی پر بلاوی آگیرک دل دهیا، خوش دزانم روح ناوی هج اوین تنیا، تیم پجافتن شهل چاوی روش بروش دل برزیا، لیچ بیجم کتم داوی ایشو در پارامیا، بو بلاتک کتم ناوی نوگهای سیپیا، هر دکم از لا بلاوی دل داری دوجیا، دل برا من بالزراوي تتبنو قرقف نوشيا، آوران دت شن سلاوي مال خراب بهستيا، كي بلاوي داهناوي تامرن چاريا، ظالمي ايشا زراوي خارستري نوجيا، هردكم از پر بزاوي لئتدور بون بيشيا، وكلاكا نفض آوي برزما بيل كيسيا، درد هيرم سنك سماوي ليبا ليبا سوديا، تو دزاني دم هطاوي دل دعاشق نخشيا، چافدا درتي وكسولاوي هربو ياري ناميا، ليچ بيجم پوچو خاوي ناف براما جنگيا، نين مهدر دل كلاوي ما تدل راس زنگيا، من دسوجي قلب قاوي تا انين قادخيا، هر دنوشم از شراوي ليد سردا رخنيا، ناقهم ازوي براوي اب ابين بي هوديا، من بسائي دي من نابي من مرن بس خرديا. في الحقيقة أنا شخصيا استمتعت بالاستماع إلى ما كتبته من شعر، وهذه أغنية نستمع إليها من كلمات الأستاذ إبراهيم جانجير.
أعزائنا المستمعين، كنتم في منتدى هيفي الثقافي، وكان الأستاذ إبراهيم جانجير ضيفا، وأنا فرحان كلش محاورا، وإلى لقاء آخر.